تهامي باشا، عفر يا وديع، جايب لك معايا هديه. انا ساعات خمس بسيط. انا الوقت بس ببلغك بديك تمام. بدات الاتصالات بقى لي ساعه وربع، وبعد ساعه وربع هبدا الاتصالات الصباحيه عشان تبقى في الصوره، وان شاء الله اول ما ابدا الاتصالات الصباحيه هديك تمام بها عشان حضرتك ما تدخلش البلطوك يعني وتتعب نفسك. شيخ وسام الصارم. لكن يا عزيزي الفاضل، حضرتك بتقول بنظرة انا موافق عليها مقدما. انا الخص الكنيسة المصرية، الكنيسة كلها ابو العربي، الكنيسة كلها من بابا شنودة لاقل مسيحي في الكنيسة ابو العربي، شيلوه من على صدري لا اقطعه. انتم شخصية ابو العربي، الكنيسة كلها، البابا، الانباوات، البابوات، القمامسة، القساوسة، الشماسين، عوام المسيحيين ابو العربي، شيلوه من على صدري لا اقطعه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لو هو عاوزني يأديله تمام يوميا اديله، اقول له الوقت الصلاة الاولى، الوقت الصلاة الصباحية، خلصت الصلاة الاولى، انا اقسم بالله اتصل بيه اقول له هبدأ الصلاة، نهاية الاتصالات، الجزء الثاني الان، بدل ما يقعد كل شيء ينط زي فرقة ويوز في الانترنت. تفسير مثقال ذرة ايه؟ اسمع المفاجأة. وفي قراءة أخرى مثقال نملة، مثقال نملة، مثقال نملة. ده انت حالتك مهببة خالص. كنت ساكت على نفسك المدة دي كلها ازاي؟ جاي بعد السنين دي كلها جاي للدكتور. تفسير مثقال ذرة ايه؟ اسمع المفاجأة. وفي قراءة أخرى مثقال نملة. المفاجأة انني عندما بحثت في مدى تخصص اساقفة الكنيسة في دراسة اللاهوت فلم اجد هناك من تلقى دراسة علمية منهجية في علم اللاهوت، وعلى رأس هؤلاء البابا شنودة نفسه. لما نيجي نرجع تاني فآخر في الذات الإلهية، فآخر في الذات الإلهية، فآخر في الذات الإلهية، مش شرك يا أستاذ. مش بقول لكم ده راجل عالم ذرات يا شباب زي ابو شنودة، عالم ذرات، عالم ذرات بيتكلم في الذرة، عالم ذرات كبير ومثقال ذرة. اسمع المفاجأة بقى، تفسير مثقال ذرة ايه؟ اسمع المفاجأة. تفسير بتقول وفي قراءة أخرى مثقال نملة، وفي قراءة أخرى مثقال نملة، مثقال نملة. اتفضلي يا طنط، اتفضلي يا طنط ام بسيط، اتفضلي يا الدلعادي، اتفضلي، اتفضلي يا الدلعادي. مثقال ذرة يعني مثقال نملة. والله عيني دمك خفيف. شيخ وسام 4-7 تاني مرة. اكشن. شيخ وسام، شيخ وسام، الله اكبر، شيخ وسام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألو؟ ايوه ساعات خمس بسيط. انت تعب نفسك يوميا وتسأل على اتصالات ليه؟ انا اتصل بيك اقول لك اتصلت او ما اتصلتش. والله أنا حبيبي أنا بتصل بيك وأنا بدي صوتك. لا بس بص، انت ما تتعب نفسك، انا يوميا اعمل لك تمام، اقول لك يا ساعات الخمس انا بتصل. الوقت احنا اتصالات الصباحيه ولسه ساعه كمان، انت الان مكسوف وداخل لهات ليل عشان الواد يقول لي بايبل يبعت لك ليه؟ والله العظيم انا مستعد، انا معايا ارقامك كلها، انا معايا ارقامك كلها، معايا ارقام البيت 47 51 010 والرقم الثاني 32 16 232 وهذا رقم الجوال. فانت زعلان ليه؟ ما انا اكلمك اتصل بيك اديك يوميا اقول لك انا بتصل ما بتصلش ليه بقى؟ قفل التليفون. يا عم الحاج وخليك في غرفتك وابعد عنا الله يخليك، وابعد عنا الله يخليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وابعد عنا الله يخليك. انا عارف انا هجيب لك شلل الاطفال، عارف. الو؟ ايوه انا هجيب لك شلل الاطفال، عارف انا. يا عم وسام الله يكرمك انا اللي بجيب صوتك.
لا بالخير ولا بالشر، ولا يعني ما فينا غير كل من ساعة المناظرة غير كل تقدير واحترام. فسيبني في حالي انا مش فاضي، فسيبني في حالي انا مش فاضي. فسيبني في حالي انا مش فاضي. ليه انت كل يوم بتدخل بطاقة تسأل اتصل ولا ما اتصلش ليه؟ يا ابني بصوتك معروف، بصوتك معروف يا عم اسلام. ليه انت يا شيخ ربنا يكرمك ويهديك، ان شاء الله هنتقف كويس، ان شاء الله هنتقف كويس، ان شاء الله هنتقف كويس. ينفع تبقى عاملك ايه؟ انا اسمعني بس، انا والله مستعد يوميا اديك تمام. اقول لك انا بعمل صلاة ايه؟ بسألك سؤال، اولا انا ما بسألش عنك، لا بتسأل على الصلاة. احترامي الشديد ليك، انا لم تعليم ولا بالك تعليم، انا راجل مالي في المسيحيات بتاعتي وانت داخل بخارج المسيحيات. انا يعلمني انسان ربنا يخليك لاولادك ويغفرك. يا سعادة القس، انت حضرتك لو كنت اعلم تقدر تنصرني كنت نصرتني في المناظرة. تعمل افلام. لا انا والله ما حد بيعمل افلام الا انت سعادتك. يعني يا سعادة القمص مش عيب راجل دين زيك يقول الاله عالي مش متعالي؟ انت ما تعرفش راجل دارس وكلية اكريكية وتقول لي الاله مش متعالي؟ مش عيب ولا مش عيب؟ مش عارف ان الكتاب المقدس الله نفسه بيقول ايه؟ ان هو متعالي. اما انت يا رب عالي للابد. الله نفسه بيقول كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. بالله عليك زي ما يكون زي راجل دارس واستاذ وكلية اكريكية ولاهوت وما انتش عارف الاله متعالي ازاي؟ ثم على خير. شفت معنا مناظرة ايه حضرتك؟ مناظرة انت فشلت فيها تماما. انت لو المناظرة انت فعلا صادق ان انت فزت فيها كنت زعتها على القنوات الفضائية، كنت زعتها في غرف المسيحية. رجل دين ورجل قمص واستاذ في الدفاع اللاهوتي ومش عارف ان الاله متعالي، ومش عارف ان الاله متعالي. اما انت يا رب فمتعال الى الابد. ومش عارف ان الاله متعالي. ازاي حضرتك؟ قفل التليفون. ايه رأيكم يا نصارى؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ شفت الخوف اللي فيه سيدني في حالي؟ مرعوب مرعوب. في حد بقى يقول لي اتصالات مزيفه الوقت؟ بتصل بيه الساعه 1 و5 بالليل نتصل على البيت. الفار مرعوب مرعوب مرعوب. الفار مرعوب ابوكم اهو. ولسه يقول لك ملف مين يا ملف؟ مين اللي خايف بقى؟ انا ولا هو اللي خايف؟ انا ولا هو اللي خايف؟ مين اللي خايف؟ متصل على البيت بتاعه. والله لا جننه. سيبني في حالي. سيبني في حالي. سيبني اكل عيش. سيبني في حالي. سيبني في حالي. يقول لي هينصروا. قلت له ده خيبه. انت كنت نصرت لي في المناظره يا خايف يا بتاع الاله عالي مش متعالي. يقول لك هنصرك. ده خيبه يا بتاع الهنا عالي مش متعالي. ده خيبه. هنصرك يا اخي. ده خيبه. لا بنخاف من حد بفضل الله سبحانه وتعالى. خافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيعمل مظاهرات ضد النظام داخل مصر وخارج مصر؟ انتم. يبقى انا خاف من ايه؟ انا ما عنديش حاجه اخاف منها. انتوا اللي تخافوا مش انا. هو انا لو بخاف انزل مصر والله العظيم السنه دي 4 مرات نزلت مصر ويشهد الله ان انا بتعامل في المطار افضل معامله. مش كده وبس، والله ما كده وبس. الغرفه دي بتمثل جزء من امن مصر، لا عمل اساسي في امن مصر. مبسوط يا هبل يا بوتك يا هبل انت والهبل بتاع الاقباط والهبل واوجو وشاكورتا وهولي بايبل. ملف مين يا هبل؟ ملف مين يا اغبياء؟ عدل شون حاجه يا ولاد الكلب يا جزر. ايوه اخبار الملف ايه؟ الملف اللي انت بتعمله مع بوتك اخباره ايه وهولي بايبل؟ يا سعاده القمص مين اللي بيسيء لمصر؟ الغرفة بتاعتك سبوا قبل كده الرئيس وسبوا امن الدولة وسبوا المخابرات العامة والتسجيل موجود. هذا ابوك بسيط. ما بنخاف من ايه؟ نخاف من ايه؟ هيرد يقول ايه؟ اتضح فضيحة اصلية. يا سعادة القمص بسيط. انا الوقت بادئ الاتصالات بقالي ساعة وربع. بس يا اخي اسلام، بس يا اسلام. ايوه انت عارف ان انا ما بجرحش حد وبعدين لك يعني رجاء محمد انت البيت اخ بكون نتكلم مع بعض محمد رضا عن الدين تحت امرك. طيب اتصل بيا بقى عشان تعمل شغل اعلامي في الغرفه هقول لك كذا. طيب انا الوقت بس والله بديك تمام. بدات الاتصالات بقالي ساعه وربع وبعد ساعه وربع هبدا الاتصالات الصباحيه عشان تبقى بالصبح، وان شاء الله اول ما ابدا الاتصالات الصباحيه هديك تمام ده عشان حضرتك ما تدخلش البلطوك يعني وتتعب نفسك. أنا آسف جدا أن يحصل الجرح لشعور أخواننا المسلمين. أنا آسف جدا أن يحصل الجرح لشعور أخواننا المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويعني
احنا مستعدين ترضيتهم بأي طريقة. فإن مصر كعهدها تترفع دوما عن الصغائر ولا تخضع أبدا للابتزاز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف